أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصر تايمز. معاكم سامي غزالي من محافظة أسيوط. لقانا النهاردة مع شاب صعيدي جدع، شايف الناس حالتها حالة أزمة شديدة، الناس بتعاني. قرر يعمل مبادرة. مبادرته ايه؟ مبادرته بسيطة جدا لكن لاقت اقبال جديد، اقبال شديد من الجماهير والمواطنين. مبادرته كانت عبارة عن هو بيشتغل سباك، رغم انه واخد كلية آداب قسم علم اجتماع، الا انه قرر ان هو يشتغل سباك ويساعد المواطنين الغير قادرين، يشطب لهم بيوتهم، ويحاول بقدر ما يستطيع مساعدتهم. معانا استاذ سيد هيعرفنا على نفسه ويكلمنا عن مبادرته بقى. السلام عليكم. أنا اسمي سيد حسين أحمد زيان، محافظة أسيوط، مركز ساحل سليم. لصنف آداب علم اجتماع دفعة 2000. بشتغل سباك، يعني سباك حر مع نفسي يعني من خلال شغلي مع الناس، وفي ناس لقيت ناس كده محتاجة كتير، فحاولت إن أنا أساعد يعني على قد إمكانياتي ولو كانت بسيطة، يعني من خلال إن أنا أشطب أي حد عاوز توصيلة مية أو كده بحاول أعملها وأجر على الله يعني. وللاسف انا لو امكانياتي تسمح كان معايا فلوس او كده، انا ممكن اخد الشغلانه كلها اعملها لوجه الله، بس يعني انا بدات باللي اقدر عليه يعني. وهي تبقى كمبادره، ممكن الانسان يبقى قدوه لحد لو عاوز يساعد يدخل معنا يساعد، او بالمجهود، او لو عاوز يجيب طلبات الناس محتاجه ان احنا نوصل له، واخد بالك، نوصلهم ارقامهم اللي عاوز يساعد او كده، فاحنا مستعدين يعني. وانا عن نفسي متطوع، اي حد عاوز اي شغل سباك ايا كان وضعه بفضل الله انا مستعد، ولا عاوز منه اي حاجه، ولا مقابل مادي ولا معنوي حتى. حضرتك بدأت المبادرة دي من امتى؟ يعني من حوالي 3 شهور. مين بيساعدك مثلا؟ ليك اصدقاء بيساعدوك؟ في والله، في يعني حد في الجروب معانا كده اكتر من يعني كم اخت كده برضو عملت الفكره وعممت بتعمل شير جميع الجروبات في اسيوط يعني. اخت اسمها مدائن الحق، يعني ربنا يكرمها ان شاء الله. لقيت اقبال من المواطنين؟ في ناس كتير جدا، في ناس كتير بدأت تشجعنا حتى لو بالكلمة، من خلال الدعوة ومن خلال اللايكات ومن خلال حتى التواصل معنا على التليفون، وخلال ان هم بدأوا يعني يعرفونا ناس، في ناس في قرى فقيرة ومحتاجة يعني، واخد بالك، بدأوا يعرفونا على ناس، وان انا احاول اتواصل معاهم، وان انا يعني بقدر الامكان ان احنا نعمل حاجة يعني تسعدهم او ترضيهم بإذن الله يعني. حضرتك بتشتغل بمجهودك وبامكانياتك بالمواد بتاعتك، ولا في حد بيساعدك بالمواد؟ لا، المواد انا بشتغل بمجهودي فقط لا غير. احنا لو لاقي حد يساعدنا بالمواد الخام او بالطلبات او بالمجهود بالمال، كنا احنا يعني نكون شاكرين. لكن احنا حاليا هو الناس يعني اللي عاوز اركب لها هي اللي بتجيب الطلبات، انا بكتبها وبيجيبوها وانا اشتغل، خدت يوم، خدت 2 3 بعملها واللي معاي واخد بعض وامشي، بس من غير اي مقابل يعني، واجرنا على الله. عملت تقريبا كام حالة يعني عملت انا حوالي، يمكن دلوقتي من حوالي 3 شهور يمكن 10 حالات والله. وبرضه بنشتغل، في ناس برضه طلبتنا اول ما جيت ان احنا بنعمل كده في الخير، يعني في ناس طلبتنا برضه ان اشتغلت باجر عندهم يعني، مواطنين. الفكرة دي جت لك من فين؟ الفكرة جت من خلال الواقع اللي احنا عايشينه، ومن خلال جبر الخاطر، ان احنا لما بنشتغل عند ناس، واخده بالك، وناس تلاقي ناس طيبة كده ما حلتهاش غير الكلمة الطيبة والبشاشة، وناس يعني متعففة، مش هتقدر تطلب من واحد غير لما هو يعرض الفكرة بتاعته عليهم او الخدمة بس. حضرتك مثلا بتتمنى ايه يعني من المواطنين؟ اتمنى ان الفكرة او تبقى يعني على كل المجتمع المدني، يعني الجمعيات الخيرية والافراد كل واحد يساعد حتى لو بالكلمة الطيبة، بس في الكلمة الطيبة صدقة يعني. هدفك ايه من المبادرة؟ هدفي جبر الخاطر، يعني يا ربنا يجبر خاطره وخاطر جميع الناس والله. جبر الخاطر ده حاجة يعني كبيرة خالص والله. مين بيساندك من اسرتك واصدقائك؟ والله انا معايا المدام بتاعتي وفرحانه بالفكره خالص، وبتفرح قوي لما حد يقول لي تعالى اشتغل عندي، بالرغم ان يعني الواحد الحمد لله يعني ايه امكانياتنا برضه بسيطه، يعني انا شغال وقاعد ساكن في ايجار، مش معايا بيت ملك، بس الحمد لله الواحد بيعمل، وربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد يعني. الانسان هيعمل الخير هيلاقي خير برضه. المبادرة بتاعت حضرتك دي على مركز ساحل سليم بس، ولا حضرتك معممة على مستوى لا، على مستوى محافظة أسيوط، لو أي مركز من مراكز أسيوط أنا أروح، ولو في إمكانيات عندي لو عربية أو كده وخارج المحافظة أنا ما تأخرش، بس هي عشان بعد المسافة احنا حاليا دلوقتي على قد الإمكانيات يعني، على مستوى محافظة أسيوط. أي حد محتاج أي حاجة مني إن شاء الله لو هقدر أعملها ما تأخرش.
لو انا في البيت لو نايم اصحى واروح له، ما عنديش اي مشاكل. مين معاك حد مثلا من اصدقائك برضه مشارك معاك في المبادره بمجهود مثلا كهربائي؟ لا والله لسه انا عرضت الفكره وكذا واحد يعني بدات الناس يعني تتفاعل معانا، يعني كم واحد كهربائي قال لي برضه انا معاك، وبدا ان هو اخد ارقام لو محتاجين كهربائي برضه. عاوزين نعمل زي جروب او مجموعه واخد بالك نفعل الفكره، كذا صنايعي مثلا كهربائي سباك مبيض محاره بنا، ونعمل دولاب كده يعني مثلا لو صنايعيه لو نقدر مثلا نروح حتى لو بيت ممكن نعمله في يوم مباني وبعدين تاني يوم المحاره ونجارين برضه. يعني عاوزين الموضوع يكبر والله نتمنى يعني. يعني الفكره لقت اقبال شديد برضه من الصنايعيه. طبعا، ومن الاهالي، ويعني حتى الانسان اللي مش هيقدر يساعد بيدعي لنا يقول الله يجزاك خير، زي يعني من خلال اللايكات ومن خلال التعليقات يعني. يعني التعليقات وصلت احيانا ممكن 5000 تعليق و10000 في بعض الاحيان. واللي عايز يتواصل معاك مثلا بيتواصل معاك مثلا على رقم تليفون؟ رقم التليفون رقم التليفون او على من خلال الواتساب او من خلال الفيسبوك الاكونت بتاعي يعني. بس انا ما بتاخرش مع حد ابدا، اي حد بيبعت لي حتى اي استشاره، كتير بعتوا لي استشاره انا ما عملت سباكه وعملت كذا اعمل ايه تاني، كطريقه السيراميك والكلام ده كله والمقاسات واجره الصنايع بقول لهم برضه في معدلات يعني تبقى الوسطيه يعني. بس طب هل الموضوع مكلف بالنسبه لك؟ هو موضوع مكلف، ايوه مكلف كمواصلات ومجهود، وانا برضو عندي يعني عندي التزامات في البيت، بس الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى ان انا بس بعمل خير ففي ثانيه الاقي شغلانه جات لي باجر، فدي بتمشي دي بتشيل دي يعني. بس يعني حضرتك يعتبر مصدر دخلك الرئيسي برضه هو السباق؟ بس السباق ابدا ما فيش غيره، ولا دخل يمين ولا شمال الحمد لله يعني. ومع ذلك مقتنع وراضي طبعا وربنا سبحانه وتعالى بيراضيني لا ابعد حد والله. يعني اقل القليل حتى بعد ما بنعمل العمل الانساني الاقي واحد اتصل بيا تعالى اعمل لي مش عارف ايه، وعمري ما اتفقت على شغل، ما اتفقتش على مبلغ معين، عمري ما اتفقت. اشتغل الحمد لله على اللي معاه اللي قادر على يدفع المعاشي خلاص واخد بعضه وامشي، وربنا بيراضي الكل يعني في الاخر. طيب حضرتك كلمه اخيره كده بتوجهها مثلا للشباب والصناعيه والناس الجميله دي تقف في ظهر بعض ازاي؟ اول حاجه ان احنا نحب بعض، لازم نفعل واخد بالك الحب، نحب بعضينا نحب الناس. طالما حبينا الناس تلاقي القلب نفسه يحن لعمل الخير لعمل التطوع واخد بالك، ساعد الناس. ده انا لو الاقي واحد شايل شيله تقيله ماشي في الشارع اشيلها عنه اكبر مني مش عيب. بس هو التواضع يعني، هو التواضع وهي جبر الخاطر مفيش اكتر من كده يعني. هدفك الرئيسي من المبادره هو جبر الخواطر ومساعده المواطن فقط لا غير، جبر الخاطر ورسم الابتسامه على وجوه الناس اللي هي البسيطه يعني اللي زي حالاتي يعني. بس شكرا. انا تشرفت بحضرتكم خالص والله. ماشي اتفضل. شكرا لكم اصدقائي ومتابعي مشاهدي موقع مصر تايمز. كنت معكم سامي غزال محافظة اسيوط.